سؤال ممكن يكون يعني بيخوف شوية. هل سبق وصحيت في نص الليل كده فجأة وسألت نفسك هو أنا عملت إيه في الخمس سنين اللي فاتوا دول؟ أو بصيت في المراية وحسيت إنك متأخر عن سباق أنت مش فاهم حتى بتجري فيه ليه؟ دي أسئلة وجودية تقيلة قوي. والتقل ده هو اللي بيخلينا غالبا نهرب منها، نشغل نفسنا بأي حاجة تانية، بنخاف من الإجابات قوي. بالظبط. والنهاردة بقى إحنا مش هنهرب، هنعمل العكس تماما. هنمسك الإحساس ده اللي كتير مننا بيخاف حتى يعترف بيه لنفسه، الإحساس إن العمر بيتسرق مننا. المصادر اللي معانا النهاردة بتفصص الشعور ده وبتشرح أسبابه الجذرية بطريقة تخلينا نفهم، مش بس نتوجع. ومهم جدا نوضح إن هدفنا هنا مش إننا نزود الإحساس بالحزن أو جلد الذات أبدا. الهدف هو الوعي، نفهم إيه اللي بيحصل جوانا وبيخلينا نحس بالتقل ده، لأن الفهم هو أول خطوة عشان نبص للموضوع كله بشكل مختلف ويمكن مريح أكتر. طب خلينا نبدأ بأول فكرة المصدر بيطرحها، وهي فكرة وهم السرعة. بيقول إن كل حاجة حوالينا سريعة بشكل جنوني، الأخبار، السوشيال ميديا، شغلنا، وإحنا بنجري عشان نلحق. وده بيخلق عندنا إحساس إن الزمن نفسه هو اللي بيجري بينا. وهنا أول نقطة محتاجين نقف عندها ونفككها. المصدر بيقول إن الزمن كحقيقة فيزيائية سرعته ثابتة. اليوم لسه 24 ساعة. بالظبط، زي ما هو من آلاف السنين. اللي بيحصل إن عقلنا هو اللي مش بيلحق يعيش اللحظة من كتر طوفان المشتتات والسرعة دي. الأيام بتعدي كأنها صفحات في كتاب بنقلبها بسرعة من غير ما نقرأ المكتوب فيها. يعني الإحساس بالتأخير ده مش حقيقي، هو مجرد إحساس بإننا ما عشناش. دي فكرة مرعبة بصراحة، إن الواحد ممكن يكون موجود بجسمه لمدة سنة كاملة لكن فعلياً كان غايب. بالظبط، المصدر بيسميها عدم المعايشة. العيشة دي إحساس وتجربة وتفاعل، ولما الإحساس ده بيتلغي بسبب إننا بنجري بس، بنحس في آخر السنة إن العمر اترمى. هو ما اترماش، هو بس اتعايش على وضع التيار الآلي. ووضع التيار الآلي ده بيخلينا عرضة للفخ التاني اللي المصدر بيتكلم عنه كتير قوي، المقارنة. المصدر بيستخدم كلمة قوية، بيقول المقارنة اللي بتسرق العمر. قوية ودقيقة جدا، لأن المقارنة مش مجرد شعور مؤلم بالإحباط وخلاص. دي عملية بتحول تركيزنا بالكامل من رحلتنا إحنا لرحلات ناس تانية خالص. بدل ما أركز في يومي وأبني طوبة في حياتي، أنا بقضي اليوم ده وأنا بتفرج على صور البيوت الفخمة بتاعت الناس على إنستجرام وهي بتتبني. يعني بدل ما أعيش حياتي أنا ببقى مشاهد لحياة الآخرين. تماماً، بتتحول من بطل قصتك لمجرد مشاهد في قصصهم. وده بيخلق إحساس دايم بالنقص وبيخلي الزمن يبان ضايع، لأن المجهود والتركيز مش متوجهين لحياتي أنا. ده ظلم كبير للنفس. بنقارن كواليسنا المتعبة بالمشهد الأخير المتلمع بتاعهم. والمقارنة دي بتخلق جوانا قاموس من كلمة واحدة. المصدر بيقول إنها سبب جزء كبير من المشكلة، كلمة المفروض. المفروض في السن ده أكون في منصب معين، المفروض أكون امتلكت شقة، المفروض. بس السؤال اللي بيطرحه المصدر، مين اللي حط المفروض ده أصلا؟ سؤال جوهري. المفروض ده ضغط خارجي مش صوتنا الداخلي الحقيقي. مصدره المجتمع، السوشيال ميديا، أو حتى تصورات إحنا ورثناها من غير ما نناقشها. والمصدر بيوضح إن الضغط ده بيحسسنا بالتأخير حتى لو إحنا ماشيين صح جدا في طريقنا الخاص. بس م. مش ممكن يكون في مفروض صحي، يعني يبقى طموح أو دافع؟ إزاي الواحد يفرق؟ بص، الفرق في المصدر. الطموح الصحي نابع من قيمك ورغباتك انت، انا عايز اكون كذا. لكن المفروض السام نابع من بره، الناس متوقعة مني اكون كذا. لما بننسى ان كل واحد فينا ليه توقيته وظروفه وطريقه المختلف، ونبدأ نقيس نفسنا بمسطرة مش بتاعتنا، بنحس بضياع العمر، مع ان العمر مش ضايع، هو بس ماشي في مساره الطبيعي الخاص بينا. طيب خلينا نفترض إن في شخص قدر يتجاهل المقارنة والمفروض ده. المصدر بيقول إنه برضه ممكن يحس بفراغ قاتل، وده بيودينا لأكبر سبب للشعور بالضياع، غياب المعنى. إزاي ممكن شخص يكون ناجح بكل المقاييس الخارجية وبرضه حاسس إن حياته فاضية؟ لأن المعنى زي ما المصدر بيعرفه مش فلوس أو منصب. المعنى هو إحساس إنك عايش حاجة ليك، حاجة نابعة من قيمك وشغفك الحقيقي. من غير المعنى ده، السنين بتبقى مجرد أرقام بتزيد في البطاقة، أيام فاضية من جوه حتى لو كانت مليانة شغل من بره. بنحس إننا بنكبر في السن لكن مش بنعيش. والإحساس ده مؤلم جدا،
والمصدر بيقول إن العيب مش في الإحساس ده، العيب في إننا نتجاهله. بالظبط. الإحساس ده هو بوصلة بتقولك إنك ماشي في الاتجاه الغلط. تجاهله عامل زي إنك تتجاهل لمبة البنزين وهي منورة، هتكمل شوية بس في الآخر هتقف. وغالبا اللي بيخلينا نتجاهل هو السبب اللي بعد كده، الخوف. المصدر بيقدم الخوف باعتباره أكبر سارق للعمر، مش بس الخوف من الفشل الكبير، صح؟ تماماً. الخوف من الغلط، الخوف من حكم الناس، الخوف من المجهول، الخوف من إننا نقول لأ. آلية عمل الخوف زي ما بيشرحها المصدر بسيطة ومرعبة. الخوف بيخلينا نأجل، نستنى اللحظة المثالية اللي عمرها ما بتيجي، نسكت عن رأينا، ما ناخدش الخطوة. فالنتيجة إن الوقت بيعدي وإحنا واقفين مكاننا. بالظبط. الخوف بيجمدنا، والجمود ده هو اللي بيحسسنا إن الزمن سبقنا وقطر الحياة فاتنا. والحقيقة إننا إحنا اللي موقفين نفسنا على الرصيف. وعشان كده المصدر بيقول إن أول خطوة للشجاعة مش إنك تكسر الخوف مرة واحدة. أول خطوة هي مجرد الاعتراف بوجوده، إنك تقول لنفسك أنا خايف أعمل كذا. الاعتراف ده في حد ذاته بداية الحركة. ولما بنبقى متجمدين مكاننا بنقع بسهولة في فخ تاني، الروتين القاتل. المصدر بيحذر منه وبيوصفه بجملة بسيطة: تصحى، تكرر، تنام. بس لحظة، مش كلنا بنقول إن الروتين مهم عشان ننظم حياتنا؟ هل المصدر ضد الروتين؟ لا، ودي نقطة مهمة جدا. المصدر مش بيهاجم الروتين في حد ذاته، المشكلة في الروتين الغائب عن الوعي، إننا نعيش اليوم على وضع التيار الآلي. بناكل من غير ما نحس بطعم الأكل، بنقابل صحابنا وإحنا ماسكين الموبايل، بنشتغل وإحنا بنفكر في 100 حاجة تانية. يعني الفرق هو الحضور الذهني. هو ده جوهر الموضوع. الحضور الذهني والقلبي في اللي بنعمله هو الفارق بين إن الشخص يعيش حياة وإن الشخص مجرد يقضي وقت. لما الوعي والحضور بيروحوا، بنصحى بعد سنة ونقول هي السنة دي راحت فين؟ هي ما راحتش، انت اللي ما كنتش موجود. كل ده بيتجمع في إحساس واحد مسيطر، الإحساس بالتأخير. وهنا المصدر بيقول فكرة ممكن تكون صادمة لناس كتير. الإحساس ده هو إحساس نفسي بحت، مش حقيقة، يعني وهم. دي فكرة كبيرة وصعب الواحد يصدقها. إزاي وهم وإحنا شايفين جداول زمنية حوالينا في كل حتة؟ لأننا كمجتمعات صدقنا بوجود جدول زمني موحد وغير مكتوب. تتخرج في سن كذا، تشتغل في سن كذا، تتجوز، تخلف. وبقينا بنقيس نجاحنا وفشلنا على المسطرة الوهمية دي. والمصدر بيقول إن ده هو أكبر سبب للألم. التأخير وهم، لأن مفيش سباق أصلاً. في اللي بيفهم الحياة بدري، وفي اللي بيتأخر بس بيفهم بشكل أعرق. يعني ممكن حد يوصل متأخر بس يكون أفضل؟ الفكرة مش في مين أفضل، الفكرة في مين واعي لرحلته ومين لأ. توصل متأخر بس فاهم وواعي بنفسك وبطريقك أحسن 1000 مرة من إنك توصل بدري وإنت تايه ومش عارف إنت وصلت هنا ليه. طيب لو الإحساس ده وهم، ليه بنهرب منه بالانشغال طول الوقت؟ المصدر بيطرح سؤال مهم: ليه بقينا مدمنين انشغال؟ ليه بنخاف من الفراغ؟ الإجابة اللي بيقدمها المصدر إن الانشغال ده بقى وسيلة تخدير، مخدر بنستخدمه عشان نهرب من مواجهة نفسنا. الفراغ بيخوف لأنه بيكشف حقيقة مشاعرنا ورغباتنا الدفينة. فالأسهل إننا نفضل مشغولين في اجتماعات وسكرولينج لحد ما اليوم يخلص والعمر يجري، وبعدين نشتكي ونلوم الزمن. لكن المصدر بيقول إن اللوم الحقيقي المفروض يتوجه لمكان تاني خالص. بالظبط. اللوم على غيابنا عن نفسنا مش عن العالم. العالم كده كده ماشي، إحنا اللي محتاجين نقف ونسأل نفسنا. يبقى الحل مش في إننا نعادي الزمن. المصدر بيقدم فكرة جميلة، وهي التصالح مع الزمن. بيقول إن الزمن مش هو العدو، ده تغيير كبير في المنظور. تغيير جذري. العدو الحقيقي حسب المصدر هو جهلنا بنفسنا وباحتياجاتنا الحقيقية. لما بيحصل تصالح مع الوقت بنبدأ نحس بالراحة حتى لو لسه موصلناش لأهدافنا، لأن الراحة الحقيقية مش في الوصول، الراحة في الفهم. لما بنفهم نفسنا كل سنة عدت بيبقى ليها معنى، حتى السنين الصعبة كلها بتتحول لتجربة ليها قيمة. وده بيخلينا نوصل لرسالة مباشرة ومهمة جدا في المصدر، رسالة فيها طبطبة بتقول: لو حاسس إن عمرك بيضيع، أنت مش لوحدك. ليه الجملة البسيطة دي مهمة قوي كده؟
لأن الإحساس ده بيخلق شعور عميق بالعزلة، كأنك الوحيد في العالم اللي فاشل أو متأخر. فلما تعرف إن ده إحساس جماعي منتشر جدا في عصرنا، بتحس بنوع من الارتياح، الحمل بيخف، وهنا التركيز بيبدأ يتحول لأول خطوة في الحل. وإيه هي أول خطوة دي حسب المصدر؟ إننا نسمع لنفسنا مش للناس، إننا نغير السؤال، بدل ما نسأل المفروض أعمل إيه، نسأل أنا عايز إيه بجد. السؤال ده بيخوف في الأول لأنه بيرمي المسؤولية علينا، لكنه في نفس الوقت هو اللي بيحررنا، لأن العمر في جوهره إحساس، ولما إحساسنا بحياتنا يرجع، شعور الضياع بيختفي تدريجياً. والمصدر كمان بيلمح لأهمية إن الناس تعبر عن الإحساس ده. بيقول إن مجرد مشاركة الشعور ده ولو بكلمة ممكن يساعد. ليه الكلام عن المشكلة جزء من حلها؟ لأنه بيكسر حلقة العزلة اللي اتكلمنا عليها. مجرد معرفة إن في ناس تانية بتمر بنفس التجربة الصامتة دي ممكن يطبطب ويهون كتير. المشاركة هنا مش مجرد أرقام لايكات وكومنتات، دي مشاركة وجع ووعي، إحساس إننا جزء من تجربة إنسانية مشتركة. وعلى نفس الخط المصدر بيأكد على قيمة المحتوى اللي بيساعد على الفهم ده، المحتوى اللي بيقربنا من نفسنا. دي نقطة مهمة جدا في عصر المحتوى السريع والسطحي. قيمة الأفكار والمناقشات اللي زي دي إنها مش بتديك حل سحري، لكنها بتكمل معاك، بتساعدك تفهم نفسك خطوة بخطوة. ممكن فكرة واحدة تيجي في وقتها تغير نظرة شخص بالكامل لمشكلته. كل ده بيصب في النهاية في فكرة عظيمة، وهي إعادة تعريف كلمة ضياع. المصدر بيقول إننا فاهمين الكلمة دي غلط. الضياع مش معناه إنك لسه ما وصلتش لهدفك. عيش مش عارف ليه. الضياع هو غياب الحضور، وبالتالي لما الحضور والوعي بيرجعوا، العمر بيرجع معاهم حتى لو السنين عدت. الرحلة مش سباق سرعة، الرحلة رحلة فهم ونضج. وده بياخدنا للجملة الختامية في المصدر، ويمكن تكون أقوى جملة فيه كله. بيقول: العمر مش بيضيع فجأة، العمر بيضيع لما نعيش من غير وعي، ولما نرجع نوعي العمر يرجع. تحليل الجملة دي بيورينا إنها رسالة أمل قوية جدا، بتقول إن الوقت لسه متاح. مش متاح للإلحاق باللي فات لأن ده وهم، لكنه متاح للمعيشة الحقيقية الواعية دلوقتي. العيشة مش في خط النهاية اللي بنجري عليه، العيشة في اللحظة الحالية اللي إحنا فيها، واللحظة دي في إيدينا. يعني لو هنلخص الفكرة المحورية للنقاش ده كله، هنلاقي إن الإحساس المؤلم بضياع الوقت هو في الحقيقة مش عدونا، هو زي جرس إنذار، رسالة من نفسنا لنفسنا عشان نرجع نعيش بوعي وحضور. بالظبط، هو مش مرض، هو عرض. ولما استعرضنا الأسباب الرئيسية، السرعة الوهمية، المقارنة السامة، الخوف اللي بيجمدنا، غياب المعنى، بنكتشف إن مجرد الوعي بالأسباب دي هو بداية الحل، لأنك ما تقدرش تحل مشكلة أنت مش شايفها أصلاً. وهنختم بفكرة أخيرة نسيبها للتفكير، مقتبسة من نهاية المصدر. المصدر بيقول إن عمرك مش بيضيع إلا لو سبته. والسؤال اللي هنسيبه معلق في الهوا هو: يا ترى إيه معنى إن الواحد ما يسيبش عمره؟ إيه أول خطوة مهما كانت صغيرة ممكن الواحد ياخدها النهاردة عشان يمسك في عمره تاني؟